ازيكم عاملين ايه؟ انا ايزيس وده فيديو جديد. في الفيديو بتاع النهارده هتكلم معاكم عن كل الميك اب الصيني اللي سعره بيبدأ من اول 100 جنيه لحد مثلا ممكن 20 جنيه او حاجه. فالمكياج بتاع النهارده ده ينفع لاي حد بقى، حرفيا بيحب ان هو يستخدم حاجه يوميه شكلها كيوت وبيضحك عليه في الباكجينج وكده، عشان انا من الناس دي بصراحه. لو شفت اي حاجه شكل الباكجينج بتاعها حلو ببقى خلاص عايزه اشتريها، مش بقدر بقى. فكمان الحاجات دي في الميك اب بتبقى ألذ كمان حتى من السكين كير كمان. فلو انتم مهتمين شوفوا الفيديو للاخر، وما تنسوش لايك وشير، اشتركوا في القناه، دوسوا على زرار الجرس لو انتم حابين تشوفوني تاني، ويلا بينا نبدا الفيديو. بصوا انا عندي بوكس كده جنبي، هطلع منه الحاجه وهتكلم عنها على طول. فاول حاجه هكلمكم عليها هو الميناو اكسترا مويسترايزنج لوشن. بصوا ده شكله، ده منه لون اصفر كده وفي لون كمان بينك. ده عبارة عن مرطب للوش على هيئة لوشن سايل كده، هوريكم شكله. بصوا، هو المفروض ان انت عادي بتستخدميه سواء قبل الميك اب او من غير ميك اب او اي حاجه، بس انا نفسيا مرتحتش ان انا استخدمه غير وهو قبله ميك اب بس. اللوشن ده خفيف قوي 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 على البشره، مناسب بس للناس اللي بشرتها دهنيه او مختلطه مايله للدهنيه. هو مش بيعمل حاجه غير ان هو بيرطب الوش، يعني بصراحه ما فيهوش حاجه مبهره قوي. لكن فكرته نفسها لذيذه. لو انت عايزه تاخدي مثلا حاجه كده ترطب وشك وتحطيها قبل الميك اب على طول وتكون خفيفه، غير مثلا لو انتي حد ملوش في الكريمات او كده، ده ساعتها هيكون مناسب معاكي. لو انتي حد بشرته مختلطه ومايله للدهنيه، لا اعتقد ممكن تحبي اكتر حاجه تكون عباره عن جيل كريم اكتر كمان من اللوشن ده. ده كان سعره 45 جنيه، ممكن كمان تلاقيه بأقل من كده، وبالكتير مش هيزيد عن 50. ولو لقيتوه بأكتر من كده يا جماعة فده شخص نصاب، يعني مش عارفة ليه بيبيعوه بأكتر من كده. هو اصلا من براند صيني ومينا موجوده في كل حته. فده كده كان اول منتج، وده تقدري ان انت تستخدميه قبل الميك اب، وبعده تحطي الصن بلوك بتاعك، وبعد كده تروحي حاطه البرايمر. المنتج اللي بعد كده وهو البرايمر بتاع كيس بيوتي. هو ده بالالوفيرا، كان في منه بالايس كريم وكان في منه كمان بالفراوله. انا طبعا ما لقيتش غير الالوفيرا فرحت شارياه، ده كان سعره 100 جنيه. بصوا بقى شكله من جوه جامد قوي قوي قوي. بصوا شكله عامل ازاي، لازم اوريه لكم. اول ما شفت شكله اتهبلت وكان لازم اشتريه. اصلا كيس بيوتي دي كانت براند صيني زمان تعبان كده، ما كانش بينزل لنا في مصر منه الحاجات البروفيشنال اللي يعني بقت تنزل مؤخرا. واي حد يا جماعه عنده حاجات كيس بيوتي يقول لي، عشان انا ببقى عايزه اشتري لان حاجاتهم كلها شكلها تحفه. البرايمر عباره عن حاجات كده ملولوه ابيض ولون اخضر، وفيها زي جل من جوه وحبيبات كده لونها اخضر من جوه. انتي بتدوسي عليه وبيطلع بقى ايه البرايمر مدي حته خضراء على حته صفراء. هعمل لكم اصلا فيديو كامل وانا بستخدم الحاجات دي على وشي، بس دلوقتي عايزه اوريكم الحاجات دي واديكم ريفيو صغنن عنها عشان انا استخدمتها. البرايمر ده هما كاتبين عليه ان هو بيعمل انفيزبل بورز، يعني لو انت عندك مسام بيخليها ما تبانش، بيكوركت السكين تون، ايزوليشن وبروتكشن، بيحمي من الشمس، وبيصلح التون او لون البشره عموما، وبيرطب. مبدئيا هو بيرطب جدا جدا، فبصراحة دي حاجة حقيقية هو فعلا بيعملها. بيخلي شكل المسام مش واضحة بنسبة 50%، ده حقيقة. بيكوركت السكين تون ما اقدرش اقول 100%، لان اللون الاخضر بيعادل الاحمرار بتاع الوش. لو انت حد عنده احمرار في الوش هيداريه. انا مش هقدر اجاوب على النقطه دي لان ما عنديش، يعني لان انا مش الشخص اللي هو لونه ابيض قوي. بيعزل بقى وبيبروتكت من الشمس، لا بصراحه مش حقيقي يعني. هو اوفر اول كبرايمر جامد جدا، بيثبت المكياج لفتره معقوله مش وحشه. فهو لطيف كتجربه بصراحه، يعني اللي هو لا لو شفتوه وعايزين تجربوه لا هاتوه مش هتندموا، بس ما تستنوش حاجه واو. فهمتوا الفكره؟ لان هو شكله جامد قوي الصراحه. الحاجه اللي بعد كده وهو الفيكسينج سبراي ده من بريتي وومن. ده شكله هو صغنطط كده، كان ب25 جنيه بس. هو بصوا هو حجمه صغير قوي قد صباع ايدي الكبير مثلا. انا ما استخدمتوش كتير، يعني هما مرتين بس، واستخدمته ان انا امشيه على الميك اب كده. كان كويس بس ما كانش واو، يعني ما كانش هو المفروض فيكسينج سبراي مش سيتنج سبراي. السيتنج سبراي بيثبت المكياج لفتره اطول، الفيكسينج سبراي بيخلي لو شكلك مبدر كده المكياج كله يتناغم في بعضه. هل انا شفت يعني الفرق الرهيب؟ عادي، ما انبهرتش، بس هو حلو ان انت تحطيه على البيوتي بلندر وتعملي بلندنج
للفاونديشن او الكونسيلر بتاعتك، يعني تحطيه على السفنجه بتاعه المكياج وتبداي تطبطبي لو انت حاطه حاجات كريمي كتير وابتدت انها تنشف، او ان انت ترشيه على وشك بعد ما حطيتي الفاونديشن وتبداي ان انت تبلندي، او تحطيه على الفرشه بتاعه الاي شادو بتاعتك وتاخدي من اي اي شادو البيجمنتيشن او اللون بتاعه ضعيف. فهو سعره رخيص فمش هيخسر معاكي يعني لو جربتيه كنتي حابه ان انت تجيبي حاجه رخيصه يعني. الحاجه اللي بعد كده وهو البرايمر ده من بريتي وومن، وده اسمه بيبي سكين، هم مقلدين بالظبط بتاع ميبلين بيبي سكين. ده شويه بعد ما بتحطيه بيسيب احساس زي ان انت في سقعه كده على وشك، وزي يعني بيلزق سيكه. هو حلو جدا جدا في ثبات الميك اب، يعني بيثبت المكياج فعلا بشكل كويس قوي، وبيتحكم في افراز الزيوت مش اكتر حاجه، بس كويس من ناحيه المسام، معقول بيمشي حاله يعني، مش اكتر حاجه واو في الدنيا زي اي حاجه صيني. لكن لو انا مثلا هقارن ما بين ده وما بين ده وانت عايزه حاجه عمليه يعني، هاتي برايمر بيبي سكين لو انت بشرتك دهنيه او مختلطه وعندك مسام بجد. ده شويه اكتر للناس اللي ممكن تبقى بشرتها جافه، هيكون انسب بكتير. الحاجه بقى اللي بعد كده وهو الكارت ليكويد بلوش. ده شكله الدرجه اللي معايا دي 03، هو على اورنج كده تمام. الدرجه دي لطيفه وكل حاجه، بس هو البيجمنتيشن بتاعته قويه بشكل مبالغ فيه يعني. بصوا اصلا الحته الصغننه اللي انا حطيتها دي، يعني انا ما حطيتش حاجه، الثبات بتاعه بسيط مش كبير بصراحه. زي اي حاجه هتلاقوا شكلها بنفس التيوب دي او نفس الانبوبه دي، ثباتها ما بيبقاش اكتر حاجه قويه في الدنيا، بس في الاغلب بيبقى الوانهم حلوه. سعره 35 جنيه. البرايمر ده كان سعره اخر مره اشتريته يعني كان 30 جنيه، ممكن تلاقوه ب45 دلوقتي مثلا. هل انصحكم تشتروا البتاع ده ولا لا؟ لو ليكي في الاورنجات دي قشطه يعني هاتيه، لكن هو مش اكتر حاجه مبهره في الدنيا يعني. بص هو لونه خف شويه اصلا من اول ما حطيته على ايدي، تخيلوا هو خف واحنا في لحظتها، فده على مدار اليوم انت مش هتشوفيه اصلا. استخدمته النهارده على شفايفي، وكنت حاطه قبله ليب جلوس بس هو مش باين، اتمسح شبه اتمسح يعني. الحاجه اللي بعد كده وهو الهايلايتر ده من بريتي وومن. الدرجه اللي معايا دي هي اتمسحت تقريبا، كانت 17 حاجه كده. ده شكله، هو اللون بتاعه على بينك كده، الجليتر بتاع بريتي وومن ده، وكان سعره 25 جنيه حاجه كده يعني، كان سعره اقل من 50 جنيه. بصوا ملوش ريحه. ده شكله، الجليتر بتاعه لطيف مش رخم يعني، وتقدري تحطيه قبل الفاونديشن وتقدري تمكسيه مع الفاونديشن لانه سايل، وتقدري تحطيه كحته صغننه فوق الفاونديشن. هو لمعته كويسه، يمكن الجليتر اللي فيه يعني ما بين الضعيف وما بين المتوسط، هو بس مش باين في الكاميرا قوي، لكن هو بيبان على الايد وبيبان خفيف، بيتمسح بسرعه سيكه. لكن لو ثبتي فوقيه بهايلايتر يكون باودر عليه هيبقى كويس. اي حاجه كريمي ثبتي فوقيها باودر هتبقى كويسه، لكن هو اوفر اول يعني عادي، مش اكتر حاجه مبهره في الدنيا بصراحه. لو لقيتيها هاتيه لو انت عايزه حاجه رخيصه. الحاجه اللي بعد كده وهي اللوز باودر دي من ان دي احلى لوز باودر انا جربتها في الدروج ستور، او الحاجات اللي هي الصيني بمعنى اصح، طالما هي مش اي حاجه، مش ميبلين مش لوريال مش جولدن روز، الحاجات دي اي حاجه صيني دي ممتازه بصراحه، حبيتها جدا وبتثبت الميك اب حلو جدا وشكلها ناعم قوي على البشره، درجتها مديه على صفار كده، في نفس الوقت هي ما بتديش تغطيه. الدرجه اللي معايا رقم 03. لو انت عايزه حاجه تديكي تغطيه اكتر ممكن تجيبي 04. اوفر اول ممتازه ممتازه ممتازه. دي رقمها قصدي سعرها 65 جنيه، فبصراحه من الحاجات اللذيذه، وممكن تلاقيها كمان ب50 جنيه على حسب بتشتريها منين. الحاجه بقى اللي بعد كده وهي الماسكارا دي المفروض اسمها او ماي ايلاش توب كوت. دي المفروض انها لللاشز للرموش، وهي من ايتود هاوس، ودي كان سعرها 45 جنيه بس. لطيفه جدا، وهي بالنسبه لي على الرموش عاديه، ما شفتش منها حاجه واو يعني. المفروض انها زي توب كوت تخلي رموشك شكلها جل كده
ومخليه الرموش شكلها كليرد وبيضه كده، او مش بيضه يعني حاجه جل، ومفرقه الرموش. ولو حطيتي طبقه ماسكارا عليها تخلي الماسكارا شكلها احسن. بصراحه هي ما كانتش بتأدي الغرض في حوار الرموش، لكن على الحواجب كانت بتثبت الحواجب حلوه قوي قوي قوي، وعجبتني يعني، ما اقدرش اقول انها وحشه. كمان سعرها رخيص قوي، فتمام بالنسبه لي كانت معقوله. الحاجه اللي بعد كده وهي البلاش بتاع بريتي وومن. ده شكلها كيوت قوي قوي. كنت سعرها مش عارفه 26 جنيه ولا حاجه. بصوا كنت كلمتكم عنها في الفيديو بتاع كل انواع البلاشز، وكنت كمان عامله بلاشز باودر وكريم بلاشز، هسيب لكم اللينك في الديسكربشن. فيها 4 الوان، دي ينفع تستخدميها ككونتور، ودول درجات مختلفه من البلاش، تقدري ان انت تستخدميها كمان كاي شادو. وشكلها اصلا لطيف قوي، ريحتها نفاذه شويه، ريحتها زي اي حاجه صيني مش لطيفه يعني. شكلها على البشره كويس، بتبدر سيكه، فما تكتريش يعني، خدي منها نتفه واحده. لكن لو كترتي عن الطبيعي او حطيتي كده كتير هتلاقي انها بدرت وشكلها مش حلو. هي سعرها رخيص قوي بصراحه ولطيفه، فلو لقيتوها لا عادي اشتروها. العلبه دي رقمها 2، في منها درجات تانية بس انا معرفش ايه هي، لكن لو انتوا عايزين نفس الدرجات اللي معايا هاتوا عبوه رقم 2. شكلها كيوت قوي. الحاجه اللي بعد كده وهي البتاع بقى ده تحفه شكله يجنن. بصوا هو من كيس بيوتي برضو، عباره عن ليب اويل وعباره عن ليب بلومبر اللي هو اللي بيكبر الشفايف ده. هوريكم شكله بقى من جوه، بيتدقلب كده بحيث هو شكله لذيذ. بصوا في ناحيتين، الناحيه دي ليب اويل والناحيه دي ليب بلومبر. البلومبر ده بتحطيه على شفايفك بتحسي بشطه وحريقه في بقك، وتلاقي شفايفك تخنت فعلا. واول مره اشوف ليب بلومبر بيعمل حاجه، بس هو مش اكتر من ساعه وهتلاقي ان هو هادي وراح وكأنه ما كنتش حاطه اي حاجه خالص بصراحه يعني. الليب اويل ضعيف بصراحه، ما كانش اكتر حاجه قويه في الدنيا، فاوفر اول هو كان سعره 100 جنيه، لكن انا مش شايفه ان ده حاجه ممكن تشتريها يعني. الليب بلومبر كمان اي كلام قوي، مش بيعمل حاجه، مش عايزه احطه عشان بيحرق الشفايف قوي قوي، وانا مش قادره بصراحه استحمل الهبل ده. بيكبر الشفايف زي ما قلت لكم ساعه واحده، فلو انت ده تمام بالنسبه لك هاتيه. الليب اويل ملوش اي 30 لازمه، يمكن هو حلو بس لو انت عايزه تحطيه بسرعه كده وتحطي فوقيه روج، لانه ترطيبه مش عميق قوي، خصوصا ان هو ليب اويل يعني الاويل ده المفروض بيبقى حاجه تقيله. بصوا بقى بيعمل اشكال بقى كده، تقدري تلولويها كده وتخليها على شكل القلب ده. عجباني شكل الباكجينج بصراحه يمكن اكتر من اي حاجه، فده اللي عجبني انا عشان تافهه شويه بس فده الانبهار اللي انا انبهرت. لكن اي حاجه تانية فيه هو عادي قوي قوي، ممكن اقل من العادي، ومستاهلش 99 جنيه الصراحه. الحاجه اللي بعد كده وهو البلاش ده من كيس بيوتي برضو، دي ألذ براند صيني شفتها، بتعمل حاجات نوعا ما بروفيشنال شويه. عباره عن قلب كده، وده كريم بلاش. انا درجتي 04، هي بتدي لون من ما بين الاورنج المحمر كده، وانا دي اللي حطاها النهارده. مش عارفه هتبان لكم ولا لا، لان هو برده كحاجه كريمي ما بيثبتش كتير بصراحه، ثباته عادي اللي هو مش اكتر حاجه واو في الدنيا. دي كان سعرها 45 جنيه، تقدري تشتريها عادي من اي حته، فلو انت عايزه حاجه تكون معقوله ورخيصه وشكلها كيوت ومش عارفه ايه ممكن تشتريها، لكن هي ككواليتي عاديه. اغلب الحاجات اللي اتكلمت عنها النهارده على فكره الكواليتي بتاعتها عاديه قوي، اللي هي حاجه يوميه جدا فاهمين، او بنت صغيره تقدر تشتريها، انما ما فيش حاجه بروفيشنال فاهمين قصدي. وهبقى اعمل لكم فيديو كمان اتكلم فيه عن الحاجات المكياج اللي تقدري تشتريها سعرها اقل من 50 جنيه، هعمل لكم كده كمان في السكين كير، استنوني يعني. ده برده من كيس بيوتي، ده اسمه ماجيك بلاش. ده عباره عن بلاش جل كده من جوه، بس انا مش عايزه افتحه لانه حرفيا مفتوح من كل حته، مفيش حاجه تغطيه. بصوا فيه هنت بينك كده، هو عباره عن جل شفاف فيه هنت البينك دوت، مجرد ما بتحطيه على وشك، بصوا الجل بعد ما بتحطيه على وشك بيقلب للون البينك دوت. هو البيجمنتيشن بتاعته خفيفه قوي وبتبان طبيعيه قوي قوي قوي، ثباته حلو في الشتاء اكتر من الصيف بصراحه. يعني في الصيف والعرق مش هيبقى اكتر حاجه ثابته، ولازم تحطي منه قليل وتبداي تبني. وفي كمان عيب ان هو بيسيب شويه المكان اللي انت حطيتي فيه مزيت، تحسي انت حاطه حاجه جل مزيته. هل هو حلو ولا لا؟ عادي تشتريه ولا لا مش عارفه، لو انت شايفه ان الوصف اللي انا قلته كويس بالنسبه لك هاتيه.
لو انتي بالنسبه لك حاجه زي كده هتضايقك ما تشتريهوش، لان هو مش اكتر حاجه واو في الدنيا، لكن هو كفكره نفسها كيوت، فاهمين؟ الحاجه بقى اللي بعد كده وهو الليبستيك ده، كنت عامله لكم فيديو عن كل انواع الليبستيكس اللي انا جربتها. الدرجه بتاعته 5، الدرجه بتاعته بني لذيذه قوي، ثباته تحفه 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 تحفه، لو لقيته ده لازم تشتروه. ثباته حلو جدا جدا جدا، وشكله على الشفايف لطيف، ودرجاته كلها مديه على بنيات محمره كده. بحبه بصراحه، حاسه ان هو لطيف وقريب قوي للحاجات فعلا الكوري اللي بتدي لون اللي هو اورنج كده. هسيب لكم في الديسكربشن بوكس يعني فيديو كنت متكلمه فيه عن اكتر من 15 روج تقريبا، او اكتر كمان من كده، حاجه و20 باين مش عارفه. كان ارواز كتيره قوي، ليبستكس زي كده، وحاجات سايله وخشب وكل حاجه. ف ده شكله لو انتوا حابينه يعني. بس فدي كانت كل الحاجات اللي انا استخدمتها مؤخرا من الحاجات الكوري او الصيني كده، مش عارفه اسمها ايه يعني. فلو انتوا عجبكم الفيديو تنسوش تعملوا لايك وشير واشتركوا في القناه. هعمل لكم كمان فيديو زي ما اتفقنا اتكلم فيه عن حاجات سعرها تحت ال50 جنيه، واشوفكم الفيديو اللي جاي.